جربنا نفس التريك من فتره بس نشدها من فوق، المره دي بتقول لنا نعملها بالعكس، نشد الجلد لتحت عشان واحنا بنثبت الكونسيلر ما يخططش. فيلا بينا نجرب. سوق الهاك دي انا مقتنعه بيها اكتر من الاولانيه، فتعالوا نجربها وانا بقول لكم رايي في الباودر دي من براند معروف. قبل اي حاجه انا بس عايزه اوريكم حجم الباودر. انا بقالي كذا شهر بستخدمها وبصوا كل اللي خلصته الحبه الصغيرين دول. الحجم ده الباودر دي هتقعد معاكم الى ما لا نهايه تقريبا. بس كده احلى حاجه في الباودر دي ان طحنتها ناعمه قوي. هعمل لكم منها بس سواتش على ايدي. نفسي يا جماعه يخترعوا حاجه ان الناس تحس بالحاجه عن طريق الشاشه. بجد هي ناعمه قوي عشان كده هي ما بتدخلش في الخطوط. والاحلى بقى ان هي ليها سنه كفر كده. شايفين الفرق يا جماعه؟ عملت كفر. يعني لو انت الكونسيلر بتاعك يعني الكفر بتاعه مش قد كده دي هتظبط لك الموضوع ده. بس عايزه اوريكم الفرق ما بين الناحيتين. دي الناحيه اللي فيها الباودر ودي الناحيه اللي ما فيهاش الباودر. شايفين الناحيه دي الكفر فيها عالي ازاي ومنوره ازاي؟ ان هي علشان خفيفه ما بتدخلش في الخطوط. اي زياده حصلت سهل جدا بفرشه تنفضيها. اللي هو يو ويل هاف ا فلولس اندر اي اريا. منتج واحد ومش بس كده، سعرها بجد افوردبل جدا. من كتر حبي فيها وانا بستخدمها خلال الفيديو نسيت التريكايه اللي احنا كنا بنعملها النهارده. تعالوا كده عشان ندي الهاك حقها نجربها الناحيه الثانيه بالباودر بتاعت معروف. باودر باف. هضغط الباودر في الكونسيلر كويس. هو اتمنى تكون الكاميرا مبينه. هي الهاك نجحت فعلا انها فردت المنطقه بتاعت تحت العين، خلت الباودر تدخل في الكونسيلر وتثبته من غير ما يخطط. فاحنا طلعنا في فيديو النهارده بنتيجتين، ان دي واحده من احلى الباودر الافوردبل اللي انتوا ممكن تستخدموها. التريكايه بتاعت شد العين من تحت نجحت عن اختها ان احنا نشد العين من فوق.